حكم الخديوي إسماعيل باشا كانت 16 سنة تقريبا، عمل فيهم حاجات كتيرة لصالح مصر، ومن أهمها النهضة العمرانية. أكتر حاجة اتعرفت عن الخديوي هي فن الإدارة، وده طبعا بعد ما عرف يستغل الأراضي الواسعة اللي ورثها عن والده إبراهيم باشا، وزرع فيها منتجات اتباعت بعد كده بأعلى الأسعار، بالتحديد القطن المصري، وده كان أفضل إنجاز للخديوي. الخديوي إسماعيل كان مهتم جدا بالتعليم والقضاء. الخديوي إسماعيل قدم كل التسهيلات اللازمة لإنشاء المدارس الأجنبية في مصر، واللي أغلب إدارتها كانت من رجال الدين الكاثوليك من فرنسا. ومش بس كده، ده اهتم بالتعليم العام بمساعدة رفاعة الطهطاوي، وكمان أنشأ المدارس العليا زي مدرسة الفنون والصنايع، لدرجة إنه في ظرف 10 سنوات وصل عدد المدارس الأجنبية اللي بتعمل بالنظام الأوروبي من 185 مدرسة ل 4800 مدرسة. وبالنسبة للقضاء، أنشأ المحاكم المختلطة بمساعدة نوبار باشا. مفيش شك إن الخديوي إسماعيل صرف مبالغ كبيرة جدا على أهداف شخصية، بس لازم نعترف إن هو أكتر واحد عمل استثمارات، حتى ولو كانت الاستثمارات ديت محققتش العائد المرجو منها.